150% ارتفاع في سعر اللحوم خلال سنة، ومع اقتراب الأضحى فرص ارتفاع الأسعار بتزيد أكتر وأكتر. لكن الحكومة أعلنت مجموعة من القرارات استعداداً لعيد الأضحى، ومنها بيع اللحوم السوداني في منافذ التموين ب 195 جنيه واستيراد 170 ألف راس ماشية. فهل هيحصل تراجع في الأسعار؟ بعد جنون أسعار اللحوم، الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات لطرح اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وعلشان كده وافقت على استيراد 170 ألف راس، وده غير 180 ألف راس سبق استيرادها وتسمينها. وفي نفس الوقت وزارة التموين بتعلن عن بيع لحوم سوداني بأرخص سعر في السوق حالياً، وهو 195 جنيه بس للكيلو الواحد، وده من خلال فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، اللي أكدت إن مصر عندها رصيد كويس من اللحمة السوداني يكفينا لبعد عيد الأضحى وبأسعار ثابتة. وكمان وزارة الزراعة بتبيع اللحوم في منافذها بتخفيض 30% عن السوق، وكيلو اللحمة البلدي عندها سعره بقى 225 جنيه. ومع الإجراءات دي نقابة الفلاحين شايفة إنها جت في وقتها تماماً مع اقتراب عيد الأضحى، وهتساعد على ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد. لكن على الناحية التانية أصحاب المحلات حددوا 3 أسباب لارتفاع الأسعار، وده حسب جريدة فيتو، وهي ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، لأن مصر بتعتمد على استيراد الأعلاف، وطبعاً مع ارتفاع سعر الدولار تكلفة الاستيراد زادت هي كمان. تاني حاجة هو عجز الثروة الحيوانية على مدار سنين، لأن مصر دولة مستوردة للحوم والإنتاج المحلي مش كفاية لتغطية احتياجات السوق. أما السبب الثالث والمفاجأة فهو تداول أسعار اللحوم وانتشارها في وسائل الإعلام، لأن دلوقتي التاجر في المناطق الشعبية بيقارن نفسه بالتاجر في المناطق الراقية جدا، وده بيخليه يرفع الأسعار علشان يحقق ربح أكبر. ومع الأسباب دي أصحاب المحلات شايفين إن أسعار اللحوم هتكمل في ارتفاعاتها لغاية عيد الأضحى، ولو قارنا الأسعار دلوقتي بأسعار السنة اللي فاتت هنلاقي أسعار اللحمة زادت. في الوقت نفسه هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين أكد إن التجار وأصحاب المحلات ملهمش ذنب في ارتفاع أسعار اللحوم، الأزمة كلها جاية من الاعتماد بنسبة 80% على الاستيراد من الخارج. علشان كده المستوردين وأصحاب المزارع هم المسؤولين عن ارتفاع الأسعار، لأنهم مسيطرين على المنظومة من بدايتها، وخصوصا مع ابتعاد صغار المربين عن التربية لارتفاع تكلفة الأعلاف. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك كشف عن ارتفاع أسعار العجول والأبقار والأغنام، فبتبدأ أسعار العجول من 65 ألف جنيه للعجل القائم وزن 450 كيلوغرام، وحاليا سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي وصل ل 220 جنيه، وسعر اللحوم البلدي بيتراوح ما بين 350 ل 380 جنيه. بس في بعض المناطق الراقية ارتفع السعر لأكتر من 400 جنيه، وده بالنسبة للحوم المميزة. انتوا كمان شاركونا وقولوا لنا آخر سعر الكيلو اللحمة وصل كام عندكم.